كوني قوية لأجلك أنت. واجهي مصاعب الحياة بمفردك. كوني أجمل مما يظنون. كوني كما تحبين. كوني صعبة الكسر، رائعة، مختلفة. كوني دائما أنت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا مساء الفل والياسمين على أحلى متابعين، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال وانتوا بتشوفوني النهاردة. عاملين ايه؟ وحشيني كتير من الفيديو اللي فات. النهارده جايلكم بفيديو جديد وبروتين قوي جدا. الروتين دوت هيخليكم تقولوا باي باي للكسل. انا متأكدة ان الروتين دوت هيكون ضد الكسل وهينشطكم وهيحفزكم. بصوا بقى، انا قررت صراحة اليوم دوت ان انا اعيشكم معايا الروتين كده كامل، يعني روتين كامل مليان تفاصيل كتير قوي. هتعيشوا معايا اليوم زي ما هو، يعني انا مش هحاول ان انا اجمل فيه، مش هحاول ان انا اعمل اي حاجه فيه، مش هروق حاجه مع نفسي وهعمل حاجه معاكم انتوا. لا، انا حبيت ان انا اليوم دوت ان انا اعيشه معاكم كده على طبيعته صراحه، يعني على الطبيعه كده من اول ما بصحى من النوم لحد بالليل بقى، لحد ما بخلص خالص الروتين بتاعي وكل اللي ورايا. مع اني طبعا الشقه بتاعتي كانت كلها في اليوم دوت محتاجه ان هي تتروق، يعني كانت محتاجه لها روتين كده. ما كانش فيها مكان نضيف ومكان مش نضيف، كانت كلها محتاجه روتين، ما عدا بس الاوضه اللي انتوا لسه شايفين ان انا خارجه منها، دي اوضه الركنه. ودي كانت الصراحه انضف اوضه عندي في الشقه، يعني ما كانش فيها حاجه زي ما انتوا شايفين. مجرد بس ان انا شلت نضفت باسكت الكمامه، عزكم الله. طبعا كل يوم الصبح لازم اقوم ان انا اعمل كده بنضف مثلا لو في حاجه في الاوضه عايزه تتشال، الباسكت عايز يتفضى، مكان ما بنكون قاعدين بالليل، لو اي حاجه مثلا عايزه تتظبط في الركنه في الكراسي، مش اكتر من كده. فالمهم يعني طبعا هي نظيفه زي ما انتم شايفين، ما كانش فيها ترتيب كتير. المهم بقى طبعا انا دخلت كده على البلكونه بعد طبعا ما نضفتها، يعني انا لما بلاقي مكان عندي مش محتاج تفاصيل كتير او مش محتاج ترويق كتير، بحب ان انا ابتدي بيه وبعدين بقى ابتدي روتيني. يعني دخلت بقى على البلكونه كده زي ما انتم شايفين، لميت الغسيل بتاعي وابتديت بقى ان انا انفض سجاد البلكونه وكده، عشان خاطر كنت محتاجه ان انا امسحها. يعني بحب طبعا ان انا اخلص منها، وزي ما انتوا عارفين بحب ان انا ابتدي بيها، عشان لو عندي غسيل في الغساله محتاجه ان انا الم غسيل. وبعدين كمان صراحه لما بنضفها كده الصبح، يعني الصبح ما اصحى كده انفض حاجتها وبنضفها، بحس الصراحه ان الريسبشن عندي نضيف وبحس ان جزء كبير نضيف يعني. المهم بقى طبعا انا كده ما طولتش عليكم، يعني طبعا لميت الحاجه اللي فيها ونفضت السجاده المشايه بتاعتها كويس قوي. وابتديت بقى جبت الميه بتاعتي وابتديت ان انا الم بقى الميه. طبعا انا دلقتي فيها ميه كتير، بس اختصرت معاكم صراحه الموضوع يعني، ولميت بقيه الميه كلها مع نفسي يعني. المهم بقى زي ما بقول لكم كده، طبعا الروتين بتاعي النهارده فيه تفاصيل كتير قوي، هتعيشوا معايا يوم طويل صراحه. ما بعملش معاكم الروتين ده على طول عشان خاطر بيكون طويل، يعني اليوم بيكون طويل صراحة. واليوم بقضي اليوم كله معاكم، يعني انا اليوم دوت صراحة بكون كله معاكم، مش بعمل اي حاجة خالص غير ان انا اليوم دوت بكون معاكم، بفتح الكاميرا كده وبصور وبعيشه بقى معاكم، يعني مش بعيشه مع اي حد غيركم صراحة. المهم بقى طبعا خلاص انا كده كنت خلصت البلكونه بقى ولمعتها ونضفتها كويس قوي. هبتدي بقى ان انا افرش السجاده بتاعتها وارجع كل حاجه مكانها تاني، عشان خاطر كان عندي المفرش القطيفه كنت حاطاه من بالليل يعني في الغساله، وكنت محتاجه ان انا انشره بقى، يعني عشان خاطر انتوا عارفين بحب ان انا افضي الغساله بتاعتي. طبعا الغسيل انتوا عارفين انا بقول عليه دوره حياه يعني، زي الاكل والشرب كده. الغسيل بالنسبه للستات زي الاكل والشرب، كل يوم في غسيل وفي تطبيق غسيل وفي ان انا بشيل غسيل واحط غسيل، يعني ده كل يوم كده. ما بحاول ان انا ما ازهقش من الموضوع دوت، عشان خاطر ما فيش مفر منه يعني بالنسبه للستات صراحه. ما فيش مفر بالنسبه للغسيل، يعني بحاول كده ان انا احبه واستلطفه صراحه، عشان خاطر هو عايش معايا على طول. يعني ما اقدرش صراحه ان انا يوم ما لمش غسيل من على الحبال او ما انشرش غسيل. انتوا عارفين والله العظيم لدرجة ان لو في يوم ما نشرتش فيه غسيل على الحبال بحس ان انا ما عملتش حاجة، من كتر ما انا اتعودت عليه. هو روتين كده يومي كده لازم نعمله. لو في يوم كده ما فيهوش غسيل، وده طبعا بيكون من النادر قوي، يعني بيكون من النادر فعلا ان في الحبال بيكون في يوم ما فيهاش غسيل، فطبعا بحس ان انا ما عملتش حاجه وبخش البلكونه كده بحس ان هي وحيده صراحه. المهم بقى طبعا خلاص انا كده نضفت البلكونه زي ما انتم شايفين، ونشرت المفرش بتاعي ودخلت بقى هنا على الغسيل. انا بلم الغسيل من على الحبال وبحطه بقى في اي اوضه. ساعات صراحه بطبقه في البلكونه، بس ده ساعه الروقان، يعني لما بيكونش ورايا حاجات كتير او بيكون
ورايا اوضه بس عايزه اعملها، بيكون ورايا مكان واحد عايزه اعمله، فده صراحه بالنسبه لي بيكون ساعة الروقان يعني. لكن انا عندي هنا الشقة صراحة كلها كانت تضرب تقلب زي ما انتوا شايفين، حالتها بقى كانت صعبة كده، وكنت محتاجة حد يساعدني فيها صراحة. فالمهم بقى طبعا انا كل دوت لسه ما دخلتش على التقيل، يعني زي ما انتوا عارفين انا بحب ان انا ارتب الحاجة اللي انا عايزة اعملها. فانا بقى لما بيكون الشقة كلها متبهدلة عندي ومحتاجة ان هي تتروق، بحب ان انا امشيها صراحة، يعني ايه، من الحاجات من الاخف للاتقل كده. طبعا كل ده لسه ما دخلتش على التقيل يعني بحاول كده ان انا اتنشط كده واشجعكم معايا. المهم بقى طبعا زي ما قلت لكم دخلت هنا الغسيل، وابتديت بقى ان انا بقى يعني بحب ان انا اخش اطبقه. طبعا الغسيل اول باول كده بحب ان انا اطبقه، ما بحبش ان انا اكسل عنه، لاني مش من المستحب ابدا ان الغسيل ان انا الم الغسيل واسيبه في اي مكان، افضل اكوم حطه واتنين وتلاته وبعدين اقول اصل انا هطبقهم يعني اخر اليوم، هطبقهم بكره. لا، ده يعني الغسيل من اكتر الحاجات اللي انت بتكسلي عنها صراحه. فالغسيل اول باول كده ممكن لو انت ما بتحبيش ان انت تحطيه يعني جوه في اي اوضه او جنب اي دولاب او حاجه بتكسلي عنه، طبقيه وانت بتلميه. ده هيكون احسن ليكي بكتير قوي. حطي جنبك يعني السبت بتاع الغسيل او الباسكت او اي حاجه، وطبقي كل ما تلمي مثلا قطعه من على الحبال طبقيها، هيكون معاكي احسن يعني، وهيوفر معاكي فعلا مجهود كبير قوي. لكن ان احنا نلم الغسيل ونحطه بقى جوه كده ونفضل نركم على نفسنا غسيل على كرسي الانتريه، على سرير، على اي مكان بقى نكون مش بنستخدمه، وده ما بيكونش مريح ابدا ولا نفسيا ولا مريح للعين. فطبعا مع ان الدواليب بقى نظيفه زي ما انتوا عارفين، وانا لسه كنت مرتباها معاكم الحمد لله، الدواليب عندي رايقه يعني لحد دلوقتي صراحه، طبعا رايقه وزي الفل. ف ده بيكون سهل عليا ان انا كل ما الم بقى غسيل طبعا بطبقه وارصه كده مكانه، يعني حاجه صراحه بتكون مريحه وبتريحني بزياده يعني صراحه، بالذات لما بتكون الدواليب نظيفه. المهم بقى طبعا خلاص انا طبقت بقى الغسيل بتاعي كده، وابتديت ان انا رصيته كله في الدواليب. المهم بقى هبتدي ان انا اظبط الاوضه. طبعا الاوضه ديت انا لسه عاملاها معاكم في الروتين اللي فات، وكنت عامله لها روتين عميق، يعني كنت عامله لها تنظيفه عميقه كده وشلتها كلها صراحه، قلبتها وطبقت، مع اني طبقت الدواليب وطلعت البطاطين، فعملت معاكم روتين ليها كامل يعني. المهم بقى فطبعا ده اللي انا كنت بقول لكم الفيديو اللي فات، كنت بقول لكم لما يوم بتمسكي اوضه تنظفيها وترتبيها وتعمليها تنظيف عميق، بتقعد معاكي يوم يومين على حسب بقى استخدامك، تقعد معاكي نضيفه. يا دوبك بس بتخشي ان انت ترتبيها زي ما انا عملت دلوقتي حالا كده، رتبتها معاكم ونضفتها. مجرد ان انا رتبت السراير بتاعتي وطبقت بطاطيني وابتديت ان انا اعطرها كده، الاوضه بقت معايا زي الفل زي ما انتم شايفين، بحاجات بسيطه قوي بس الاوضه بقت نظيفه يعني. ده نتيجه ان هي بتكون فعلا يعني انا منضفاها، يعني بتكون نتيجه ان هي تكون نظيفه. لكن مش كل يوم ان انا هقوم ارتب السراير كده او وارش معطر فهي كده هكون نظيفه كل يوم، لا يعني يعني اوقات بنعمل كده، واوقات الاوضه فعلا بتكون محتاجه ان هي يعني تتنضف بقى. المهم بقى خلاص طبعا انا كده خلصت الجزء اللي بره كله. طبعا عندي كده الاوضتين بره، وعندي الريسبشن والبلكونه كمان، انا كده خلصت منهم. طبعا انتوا عارفين الريسبشن عندي ما بيبقاش فيه يعني حاجه، بيبقى نضيف صراحه، بس مجرد ان انا انتوا عارفين ان انا بشفطه وبلمعه. طبعا بمسح ترابيزه الشاشه فيه مش اكتر من كده، لكن هو صراحه بيكون نضيف عندي، فده بيكون مريحني كتير. فطبعا انا عندي كده الجزء اللي بره كله نضيف، هبتدي بقى اخش هنا على التقيل. بص انا عندي صراحه لما بيكون الشقه كلها محتاجه ان هي تعمل فيها روتين، بيبقى الجزء دوت اكبر جزء صراحه بيكون فيه الروتين، يعني بيكون هو اللي محتاج مني مجهود كبير كمان. المهم بقى طبعا هنا دخلت على الاوضه، على اوضه النوم، ابتديت بقى طبعا لو في غسيل برده او هدوم كده حطيتها في الدواليب، وهبتدي بقى ان انا اطلع الفرش بتاعي. طبعا هغير بقى الملايه عشان كنت محتاجه ان انا في اليوم دوت اغير الملايه. الاوضه ديت اللي كنت محتاجه ان انا اغير الفرش بتاعها يعني، لكن الاوضه التانية كانت نظيفه زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى ان انا اطلع الفرش، يعني اطلع الملايه اللي انا هفرشها، وزي ما انتم متعودين معايا بطلع الفرش كله اللي انا هستخدمه يعني، وبعد كده ببتدي ان انا اروق. هنا طبعا انا بحب ان انا بالنسبه لي يعني اروق الاوض كلها، والاوض كلها تبقى عندي نظيفه، وابتدي بقى اشوف اللي ورايا تاني. يعني اهم حاجه عندي يكون الاوض نظيفه، يعني مثلا مش هروح انضف يعني مثلا ما اروحش انضف المطبخ وعندي مثلا الاوضه ديت بتكون مش نظيفه، لا انا بحب ان انا اروق الاوض لما بالذات لما بيكون يعني عندي اليوم كامل كده روتين، وعندي روتين في الشقه كلها، يعني الشقه كلها بتبقى محتاجه ان هي تتنضف،
بحب ان انا يعني ابتدي بالاوض، انضف الاوض بتاعتي كلها، وارتبها كلها وانظمها يعني، وابتدي بقى اخش اشوف هعمل ايه تاني يعني. المهم بقى طلعت الفرش كده، طلعت الملايه ديت، حبيت ان انا افرشها. طبعا بقالي كتير قوي صراحه ما فرشتهاش يعني، كان بقالي كتير قوي يعني، انا طول الصيف صراحه ما بفرش الملايه ديت خالص. زي ما انتوا عارفين في ملايات عندي ما بفرشهاش طول الصيف، عشان خاطر الكوفرتات عندي بتبقى يعني بتبقى مليانه كرانيش ومليانه حاجات كده، ف ما بعرفش افرش عليها ملايات زي ديت. فصراحه كان بقالي كتير قوي ما فرشتهاش. لما فتحت الدولاب كده ورتبت كمان الدولاب فافتكرتها، يعني انا افتكرتها صراحه. فانا من اكتر الملايات اللي بحب افرشها صراحه الملايه دي. مع اني طبعا انتوا عارفين بحب يعني احنا طبعنا بنحب الحاجه الفاتحه. فالملايه دي بقى كانت بيضه، مع المفرش كمان كان في اسود زي ما انتوا شايفين وابيض، فصراحه كانت يعني بتليق قوي. بتليق مع المفرش دوت، وبحس ان الاوضه اتغيرت كده. انتوا عارفين لما بيكون في حاجه كده انتوا راكنينها بقالكوا كتير او ما بتفرشوهاش، وبتيجي ان انتوا تفرشوها بعد فتره طويله، بتحسوا بتغيير في المكان كده، وبتحسوا بتغيير في الاوضه يعني. فطبعا انا عندي الملايه ديت بقالي زي ما بقول لكم بقالي كتير، فما فرشتها كده حسيت بتغيير كده وحسيت ان الاوضه نورت صراحه. المهم بقى طبعا فرشتها كده على طول معاكم يعني. طبعا انا بختصر عشان خاطر ما اطولش عليكم يعني، يعني بعمل مع نفسي كده، بفرش مع نفسي بالتفاصيل كده، لكن بختصر معاكم بوريكم بس اللي انا بعمله، عشان خاطر زي ما قلت لكم طبعا انتوا هتعيشوا معايا يوم طويل قوي صراحه. بس الروتين صراحه النهارده في تفاصيل كتير وفي حاجات كتير انا عملتها. يعني مش كتير بعمل معاكم الفيديو دوت، لحاجتين صراحة يعني عشان خاطر طبعا بيكون طويل قوي يعني. بقضي يوم كامل يعني، بقضي اليوم كله صراحة في الروتين دوت. وده طبعا بيكون طويل قوي بالنسبة ان انا بصور يعني. وكمان الحاجة التانية ان انا مش دايما عندي الشقة بتحتاج مني ان انا على طول اعمل كده يعني. على طول الشقة عندي ممكن بيكون مثلا اوضة عايزة انضفها، اوضة مثلا ومكان يعني، مش دايما على طول بتكون متبهدلة كده عندي يعني. من النادر اوي لما بتكون الشقة كلها محتاجة ان انا اعمل لها روتين. بس بقى ساعات بتخرج عن السيطرة كده، وساعات صراحة ما بقدرش ان انا اسيطر عليها اكتر من كده. وفي يوم بقى صراحة بصحى كده الاقي نفسي محتاجة ان الشقة كلها محتاجة ان هي تتروق وتترتب. طبعا ده وارد يعني بالنسبة لنا كلنا، مش عشان خاطر احنا في يوم يعني اليوم اللي قبليه ما بنبقاش مادين ايدينا في الشقة، او ان احنا ما بنرتبش الشقة، لا هو غصب عنك. بيجي يوم بتلاقي ان الشقة كلها محتاجة ان انت ايدك تكون في كل مكان فيها يعني، بتكون في كل اوضة، بيكون في كل مكان فيها. فده بيكون طبيعي يعني، ده بيكون يوم لازم يجي على اي ست بيت فينا، ده طبيعي. لكن صراحة يعني انا بحاول على قد ما بقدر ما اعملش الموضوع دوت كتير، لاني طبعا بيكون بالنسبة لاي ست بيت مجهد، بالذات كمان لما يكون في اطفال. والله انا بكون حاسة يعني، حاسة بالامهات صراحة اللي بيكون معاها اطفال، وتقوم بقى ان هي تبقى عايز تعمل روتين زي كده في الشقة كلها. الموضوع انا عارفة بيكون صعب صراحة. طبعا مع ان الام ما بتبقاش قاعدة في مكان، فهتلاقي الاطفال طبيعي يعني. كل الاطفال ما بتبقى بتتحرك صراحه يعني، طول ما الام ما تبقاش قاعده في مكان، طول ما هم بيفضلوا وراها من مكان لمكان، وكل ما تروق مكان هم بيبهدلوه. فصراحه بيكون الموضوع صعب اوي انا عارفه. بيكون ضغط نفسي اكتر ما بيكون تعب يعني، انا عارفه صراحه الموضوع دوت. طبعا احنا عندنا يعني الاطفال، وانا عارفه يعني متعوده على الموضوع دوت. بيكون صعب يعني، هو فعلا بيكون على الام ضغط نفسي. يعني بتكون عايزه تروق المكان، ما بتبقاش عايزه ان هو يتكركب تاني. طبعا لازم يخشوا يسندوا على حاجه، لازم يكركبوا حاجه، لازم يشدوا حاجه. فبيكون الله يكون في عونها يعني، ما بتعرفش تسيطر على الموضوع ده، بس احنا بنحاول على قد ما نقدر بنحاول نسيطر يعني. المهم ربنا يخلي كل اطفالنا يعني، وكل اولادنا، ربنا يا رب ما يحرمنا منهم ابدا، هم نعمه فعلا في حياتنا. المهم بقى طبعا خلاص انا خلصت الاوضه كده زي ما انتم شايفين. طبعا لمعتها كلها ونضفتها، ولمعت الخشب بتاعها وفرشتها، عطرتها بقى وطفيت النور بتاعها، ويبقى كده الحمد لله عندي الاوض زي الفل زي ما انتم شايفين. نخش بقى على التقيل. طبعا التقيل بقى عندي كان اليوم دوت كان المطبخ صراحة. المطبخ بتاعي كان يضرب يقلب زي ما انتم شايفين. طبعا انا اختصرته، مش هعمله كله معاكم، عملته مع نفسي لكن مش هعمله صراحة كله معاكم. طبعا عندي مواعين كتير قوي كانت محتاجة ان هي تتصبن. وكان المطبخ كله صراحة كان محتاج يتروق يعني، ويتلمع ويتغسل. المهم طبعا بصوا، المطبخ المكان الوحيد اللي ما بينفعش ان احنا ما نعملوش روتين يومي يعني.
ده برضو من الروتينات اليومية اللي احنا لازم طبعا نعملها، وعلى طول ايدينا بتكون في المطبخ. يعني المطبخ كده ما ينفعش يوم صراحة يعدي عليا من غير ما اخش كده واعمل له روتين وانضفه والمعه. وده برضو من ضمن صراحة اساسياتي كده في اليوم. المطبخ طبعا، المطبخ احنا بنستخدمه كتير، او طبيخ فيه طول النهار، اكل شرب مواعين، بنسند فيه حاجات طول النهار، بنحط حاجات على الرخامات. ده يعني لازم يوميا كده، ده من التنظيفات اليومية صراحة، ان احنا لازم كل يوم ايدينا بتكون فيها. ما ينفعش ابدا المطبخ ان يوم يجي علينا بس فيه ان احنا نخش نصب المواعين ونطلع منه وبس خلاص كده، لا يعني اقل حاجة لازم ان احنا كل يوم يوميا كده. طبعا قبل، يعني ممكن قبل ما انام اعمل له بس ساعة واحدة، بس ساعة. لو المطبخ بتاعي مش نضيف يعني ومحتاج ان هو فعلا يترتب قبل ما انام، ما هي بس ساعة كده او نص ساعة لو هو مش متكركب قوي. ابتدي ان انا ارتبه، ابتدي ان انا اتخلص من الحاجة اللي انا عايزة اتخلص منها، فواضل الاكل، البواقي بتاعة الاكل، افضي الحلل بتاعتي، مثلا انضف الرخامات، امسح البوتاجاز قبل ما انام، اصبن المواعين. طبعا ما بيتش مواعين في الحوض لان ده بيبقى صعب قوي. ان انت تبيتي مواعين في الحوض ده مش من المستحب ابدا ان احنا ننام ويكون في مواعين في الحوض. فهي ساعة واحدة الموضوع صراحة هيوفر معاكي كتير قوي، او نص ساعة قبل ما تنامي تشطبي المطبخ بتاعك، تصحي الصبح تلاقي المطبخ زي الفل يعني. تصحي الصبح كده، يعني اول ما تصحي طبعا كلنا اول ما بنصحى بنجري نخش على المطبخ يعني. لازم نخش على المطبخ طبعا عشان نفطر، نعمل الفطار بتاعنا، نعمل كوباية القهوة على حسب يعني ما بنعمل الفطار. فطبعا كلنا لازم نخش الصبح كده اول ما بنصحى. دي تاني حاجة ممكن نكون بنعملها في يومنا، يعني ان احنا نخش على المطبخ بتاعنا. فتخشي ان انت تفطري ما يبقاش نفسك مسدودة، يعني تخشي تلاقي المطبخ بتاعك، البوتاجاز بتاعك مش نضيف، الرخامات متبهدلة، المواعين في الحوض. فده كله يعني دي حاجة كلها تسدي نفس اي حد صراحة، يعني تسدي نفس ست البيت لما تخش كده تلاقي المنظر دوت. هتحس ان هي عليها هم، يعني عليها هم كبير قوي، هي عايزة تفطر بسرعة وعايزة تخلص عشان خاطر تخش تشوف المطبخ. فده بيكون هم كبير صراحة. فموضوع ان احنا نص ساعة او ساعة قبل ما ننام ان انتي تخصصيها كده للمطبخ، ده هيوفر معاكي كتير قوي وهيسهل معاكي فعلا كتير. طبعا مش على طول المطبخ بتاعي بيكون بالمنظر دوت، ده بيكون خلاص بقى، يعني لما بيكون اتكركب قوي ويكون متبهدل قوي ده صراحة انا قبل ما انام كده صراحة بشطبه، يعني بنضف الرخامات بتاعتي، بقفل بنضف الحوض ده، بغسل برضو البوتاجاز بتاعي، كل حاجة بتكون نظيفة. اما بقى لو في حلل بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وتبقى في حاجات مش هينفع ان انا اتخلص منها مثلا بالليل، او لسه محتاجين ان احنا نسخن اكل وكده، فطبعا بسيب بقى كل الحلل دي لحد بقى ما اصحى الصبح. لكن صراحه بخش بيكون المطبخ بتاعي نضيف، يعني انا ببقى عارفه ان هما بس الحلل اللي انا محتاجه انضفها، او اتخلص من الاكل اللي فيها، او افضيها، بس يعني بتكون حاجات بسيطه. فطبعا بقى انا في اليوم دوت زي ما انتم شايفين كده كان عندي مواعين صراحه، كان عندي حلل كتير قوي ومواعين كتير في طبعا اكل يعني احنا بنكون عاملين اكل يعني يوم، وبنرجع تاني يوم نجدد الاكل تاني جنبه، فبيبقى ده اللي بيخلي في حلل كتير بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. فالمهم بقى طبعا انا دخلت كده طبعا بقى من ضمن يعني الروتين النهارده في الشقه، ده كان من ضمن بقى روتيني. طبعا عملت حاجات كتير قوي في اليوم دوت زي ما قلت لكم طبعا. انا حبيت ان انا اعيشكم معايا اليوم دوت كله كامل كده بكل تفاصيله. يوم طويل صراحه كان معاكم، يعني ما صراحه من الصبح من ساعه ما صحيت من النوم لحد بالليل وانا كنت معاكم يعني في اليوم دوت. يعني بحب من كل فترة والتانية كده أعيشكوا يوم يعني يوم طبيعي كده، يوم على الطبيعة كده معايا صراحة. المهم بقى طبعا فضيت كل الحلل بتاعتي. طبعا اهم حاجه بفضي الحوض بتاعي الاول، وبعدين ببتدي ان انا افضي الحلل بتاعتي بقى، اتخلص من الاكل اللي انا عايزه اتخلص منه، والباقي طبعا بحطه في علب وبحطه في التلاجة. يعني انا بعمل كده دايما عشان خاطر اتخلص من الحلل، عشان زي ما انتوا عارفين انا عدوة الحلل صراحه، بكره الحلل جدا وبتضايق من منظرها على البوتاجاز كده. بحس ان منظرها صراحة بيكركب الدنيا وبيبهدل المطبخ مهما كان المطبخ نضيف ومتروق. فالمهم بقى طبعا فضيت كده، فضيت الحوض نضفته كويس قوي، ابتديت بقى زي ما بقول لكم ادخل يعني الم كل الحلل افضيها كلها مره واحده وحطيتها جنبي زي ما انتم شايفين. وابتديت بقى ان انا اتخلص يعني اصبنها كده واتخلص منها.
طبعا بقى عندي الحله بس الصغيره ديت الستانلس ديت. طبعا انا بحب ان انا اغسل الحله الستانلس بتاعتي، بحب ان انا اغسلها صراحه بالسلك البلدي يعني. بينضف معايا صراحة اكتر يعني، بالذات الحلال الستانلس ديت بيكون فيها السلك البلدي. بيكون احسن يعني، بيلمعها معاكي اكتر. المهم بقى طبعا غسلت الحلة ديت وسبتها تتصفى، وفضيت بقى. كان عندي ماما كانت عاملة بامية يعني، فكان يعني فضيتها كده في حلة صغيرة، والباقي طبعا يعني على قد الحلة مليتها، والباقي هتخلص منه. هنا طبعا بص بقى، ماما ما بتحبش تطبخ الا في الحلل الالومنيا يعني. بتقولي من يعني الطبيخ ما بيطلعش فعلا حلو ولا طعمه حلو الا في الحلل الالومنيا. طبعا صراحة يعني الحلل ديت ما بنقدرش نستغنى عنها يعني، الامهات كلها ما بتقدرش تستغنى عن الحلل الالومنيا ديت. طبعا دي كانت من جهاز ماما يعني، يعني قديمة قوي صراحة عندنا. بس صراحة يعني انا بشوف ان الحلال الالومنيا من افضل الطقمة يعني. انا بالنسبة لي صراحة بشوف ان طقم الحلال الالومنيا من افضل الطقمة واحسن الطقمة صراحة اللي انا شفتها. غير الطقمة، كل الطقمة اللي طالعة دلوقتي ديت منظر يعني. انا بحس ان هي والله منظر على الفاضي وشكل على الفاضي. طبعا العروسة لابد ان هي تجيبها ولازم طبعا ان هي تكون في حاجتها، بس والله بحس ان هي منظر على الفاضي واستخدامها يعني مش احسن حاجه صراحه. طبعا الحلل ديت بص انا بقول لكم دي من جهاز ماما يعني. بصوا انا غسلتها مجرد بس ان انا بنضفها كده وبغسلها، بترجع تلمع معايا وشكلها صراحه بيكون حلو قوي. وفعلا الطبيخ يعني ماما تقول لي الطبيخ فيها افضل حاجه تطبخ فيها، ماما بتحب تطبخ فيها هي الحله الالومنيا يعني. هي ما بتقتنعش غير بكده، مهما عملت اي طبيخ تقول لي مش زي طعم الطبيخ في الحله الالومنيا. طبعا بقى يعني امهاتنا بيبقى ليهم حاجات كده وليهم تكات كده صراحه، بس صراحه ساعات بيبقى عندهم حق يعني. المهم بقى طبعا انا بحب ان انا انضف الالومنيا يعني، بحب اغسل الالومنيا قوي. بحب ان انا انضفها، بحب ان انا لما اغسلها كده اشوف ان هي بقت مرايه صراحه في ايدي. طبعا مع ان انا ما بيناش نستخدم الومنيا كتير يعني. طبعا احنا جبنا الطقم التيفال كان استخدامه معانا مش حلو يعني. او ان احنا ما قدرناش ان احنا يعني ما قدرناش ان احنا نحافظ عليه يعني. احنا من النوع ان احنا ما بنحافظش قوي صراحه على الحلل، وان احنا نجيب بقى المعالق المخصصه ليها والمعالق السيليكون وكده. صراحه احنا اللي بيجي في ايدينا بنستخدمه، فده بيبوظ كمان تقومه الحلل معانا على طول. فالمهم بقى طبعا لو عندنا لما كنا بنستخدم الالومنيا بس صراحه ما بنجيبش الطقومه الجديده ديت. كنا يعني كنا بنستخدم بقى الصابونه الصلايت. عارفين طبعا، انتوا عارفينها طبعا الصابونه الصلايت، مفيش حد مش عارفها. من افضل الحاجات اللي ممكن تغسلي بيها الحله الالومنيا بتاعتك. لو عايزه الحله بتاعتك تكون مرايه كده، مرايه فعلا تشوفي وشك فيها، هاتي الصابونه الصلايت خليها عندك دايما، خصصيها بس للالومنيا. يعني لما يكون عندك حلل وعايزه تغسلي يعني الالمونيا بتاعتك وتنضف كويس قوي مهما كانت هي عامله ازاي. سيبكوا بقى من موضوع الفحم، وان انت تجيبي فحم وتعملي بيه الالمونيا والحاجات اللي انا كنت بشوفها ديت. سيبكوا من كل دوت، هاتي بس صابونه صليت وحطيها كده عندك. كل ما تكوني عايزه تغسلي حله اغسلي بيها بالسلك البلدي وبالصابونه الصليت، هترجع معاكي مرايه وترجع معاكي جديده تشوفي وشك فيها. المهم طبعا يعني دي من احسن الحاجات للالومنيا. حبيت بس ان انا اقول لكم عليها. طبعا بقى انا عشان ما بنستخدمش كتير، فانا يعني استكفيت بالسلك البلدي والصابون. المهم بقى طبعا خلاص انا كده خلصت المواعين بتاعتي زي ما انتوا شايفين، ونضفت المطبخ كله. بس زي ما قلت لكم اختصرت بقى معاكم عشان خاطر يعني الموضوع طول معايا يعني. انا لما بعمل المطبخ كده ببقى عايزه له فيديو لوحده صراحه يعني. هو جمل معايا وقت كبير قوي صراحه يعني. انا كنت قعدت فيه حوالي ساعه بالظبط يعني، كان 53 دقيقه بالظبط. فطبعا بقى يعني قصيت كل اللي انا عملته صراحة عشان خاطر لقيت الفيديو هيكون طويل قوي، فاختصرت بقى معاكم واستكفيت بس ان انا صبنت معاكم المواعين. ولمعت بقى طبعا انا معايا الرخامات، ولمعت طبعا غسلت البوتاجاز بتاعي ونضفت الدنيا زي ما انتم شايفين. وطبعا ادي المواعين كمان صفيتها في الصفايه وكده. خلاص بقى اخر حاجه عملتها مسكت الحوض بتاعي صبنته كويس قوي، وبصبن الصفايه وكمان قلب الحوض كده عشان خاطر ما يبقاش فيه اي ريحه كريهه. نضفت بقى المطبخ بتاعي، وغيرت كمان الفوطه بتاعته، وطفيتي بقى النور وطلعتي منه كده. خلاص كده حتى المطبخ كده كنت نضفته. فاضل بقى معايا الحمام يعني زي ما قلت لكم عزكم الله.
اليوم كان طويل قوي معايا صراحة، وكان مجهد بالنسبة لي قوي. هنا بقى طبعا اخر حاجة هعملها معاكم الحمام يعني، واخر حاجة انا بعملها صراحة بيكون الحمام. طبعا انا عملت حاجات تاني بس ما صورتهاش بقى معاكم عشان ما كانش هينفع، احنا كده بقى كنا يعني كنت انزل لكم فيديو ساعة صراحة. فالمهم طبعا عملت حاجات تاني انا في اليوم دوت، بس ما صورتهاش يعني، ما رضيتش الصراحة ان انا اصورها او حذفتها يعني معاكم عشان خاطر ما طولش عليكم اكتر من كده. واخر حاجه بقى ان انا زي ما قلت لكم هعملها، طبعا كان الحمام دوت عزكم الله كنت محتاجه ان انا انضفه يعني، كان محتاج يتغسل في اليوم دوت يعني. هو كله بص زي ما قلت لكم جه معايا في يوم واحد يعني، ما فيش حاجه كانت محتاجه تتعمل وحاجه لا حذفتها يعني. المهم بقى طبعا يعني او اجلها يعني، ما كانش في حاجه ينفع ان انا صراحه اجلها في اليوم دوت، كان كله محتاج ان هو يتعمل يعني ممكن في حاجات نطنش عنها كده نأجلها لتاني يوم، اقول تقدر تستنى لحد بكره. لا، ما كانش في حاجه صراحه من اللي انا عملتها خالص كانت تقدر تستنى لحد بكره يعني. المهم بقى طبعا دخلت كده الحمام يعني عزكم الله، طبعا دلقت الميه اللي مش نضيفه اللي كانت في الجردل اللي عندي بتاعه المسح، وابتديت بقى ان انا اشطفه شطفه كويسه كده، وشطفت يعني الجردل بتاعه، وابتديت ان انا اشيله. وطبعا بقى بغسل الكلور، يعني انتوا عارفين طبعا الكلور اهم حاجه عندي، اهم عامل عندي في غسيل الحمام صراحه، بحبه قوي، بينضف لي الحمام وبيلمعهولي وبيعقمهولي كمان يعني. من اكتر الحاجات اللي بحب اغسل بيها الحمام الكلوريكس الابيض صراحه. طبعا بقى بحب ان انا ادلق كده في كل مكان في الحمام الكلوريكس وانضف بيه، بلاقي صراحه بعد ما بغسله كده بلاقي ان هو بينضف وبيلمع وبيبقى زي الفل معاه. طبعا انا كده غسلت الحمام كله، بس يعني اختصرته برضو معاكم. دعكته طبعا كله، مش دعكت بس الحوض والبانيو والقعده يعني عزكم الله. لا، ما انا غسلته كله، وغسلت السيراميك بتاعه، وغسلت الارض وكل حاجه. وكده بقى اكون خلاص يعني، اكون خلصت بقى وشطفته كمان ورجعت كل حاجه مكانها، وكده اكون خلصت يعني، ويكون يومي خلص. وزي ما انتم شايفين، يا رب النهارده بقى الفيديو يعني يكون عجبكم، يا رب النهارده يكون شجعكم وفاتكم لو باي حاجه بسيطه. حبيت ان انا اشارككم اليوم ده معايا، حبيت ان انا اعيشه لكم كده معايا. دلوقتي بقى هقول لكم سلام، اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.